تفتكروا ليه الساندوتش ده اتباع السنه دي اكتر من 150 الف مره وعليه الزحمه دي كل يوم؟ مبدئيا كده السبب الرئيسي لقمه العيش دي مش هتاكلوا زيها في حته، كل 10 دقائق تطلع من الفرن يتاكد ان هي طازه، يعمل بيها شويه اختراعات خطيره. والبطاطس دي مش اي بطاطس، دي بيجد في الفرن، يقطعها بقشرها قطع عشوائيه، تنزل في الزيت دقيقتين، ما تشربش زيت وتكون مقرمشه عشان تاكل احلى بطاطس. والله مشكله. في نفس الوقت بيعملوا مناقيش بعجينه النيابوليتان بيتزا، مش هتاكل زيها في اي حته. ده يا جماعه شارع بيتا، واحد من الاماكن المفضله ليا، موجود في التجمع في سوي مول قدام كومباوند ديار، واشهر حاجه عنده البيتا. يفرش لك الترابيزه وويلكم لذيذ. ولازم تجربوا الحمص، عندك الليفانتين تشيكن وعندك اللحمه التندرلوين، الاتنين جامدين جدا. فوتوش الحمص هنا يا جماعه، شوفتي بس بالعيش البيتا ده بالنسبه لي وجبه لوحدها. بما اني جربت كل البيتا، اول واحد التشوب تشيز، ده يرضي كل الاذواق، ده صدور فراخ وعليه بصل وجبنه سايحه ب 165، فده اساسي مع واحد من دول بقى الثلاثه المفضلين ليا بلا منازع. الروك شريمب ب 260 مقرمش جليزد هوت اند ساور وعليه وسابي تارتار، ده خطير يا جماعه، خطير. عيش طازه بتاع مليان، وجبه مع البطاطس خلصت. تاني واحد بقى ويعجب كل الناس سواء طعم او سعر، الشنيتزل ب 145. مصنف رقم 2. عندكم بقى المناقيش اللي لسه طالعه من الفرن، بتتعمل بعجينه النيابوليتان بيتزا، اطلبوا واحده من الاثنين دول، سعرهم 195، واحده بالمشروم ترافل، ودي بقى الكافورما رهيبه عليها ديم جلاس من فوق، خطيره. وسايب لكم بقى السر ده في الاخر، ترافل اند سويس في بريوش بان عالمي. وبس كده، دي ترشيحاتي لشارع بيتا، اللي ما جربوش يا جماعه فايته كتير.